ازيكم؟ انا نازل مصر ان شاء الله كمان اسبوع، فتعالوا بالمناسبة السعيدة دي يعني اخدكم جولة في ليفربول واقول لكم تعملوا ايه لو جيتوا تزوروا المدينة هنا. بما ان الدنيا بتشتي والجو لطيف يعني كده زي ما انتم شايفين، وبالمرة نشتري شوية حاجات وهدايا يعني واحنا نازلين مصر. يلا بينا. ثانك يو. طب احنا الحمد لله وصلنا السيتي سنتر، يلا ناخد لفه بقى. اول حاجه تعملها لما تيجي ليفربول انك لازم تيجي السيتي سنتر، وحاول تيجي من بدري يعني قبل الزحمه، ما تعملش زي كده. هنا هتلاقي فروع لاكتر البراندات المنتشره في العالم زي اديداس ونايكي H&M وزارا، وكمان ممكن تلاقي فروع للبراندات الهاي اند او اللكجري زي رولكس موجوده هنا. لو حابين تجيبوا ميك اب بقى مثلا او منتجات العنايه بالبشره عموما يعني عشان ما بفهمش في الحاجات دي قوي، فعليكم على سوبر دروج اللي ورايا ده، بيبقى دايما عامل عروض كويسه وفي ناس كتير بتجيب الحاجات دي من عنده وهم نازلين مصر. بسم الله ما شاء الله يعني يا جماعه، ده ستور ساعات اوميجا، والساعه دي ب 29200 استرليني. يعني اتمنى اكون غلطان ويكون ده السيريال نمبر مثلا، لان لو دي ثمنها 29000 يعني الساعه دي بمليون جنيه، بثمن جوازه في مصر. ملناش دعوه يا محيي، يعني نشوفها في الجنه ان شاء الله. هتلاقوا هنا كمان فيكتوريا سيكريت لو حابين تجيبوا بودي ميستس او حاجات زي كده يعني، بس بودي ميستس بس تمام، عشان الحاجات التانيه دي عيب وحرام. اتقوا الله بقى، اتقوا الله، ده احنا في رمضان. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، اللهم اني صائم. اشترينا شويه بودي سبلاشز من فيكتوريا سيكريت، يلا بينا نمشي من المكان المشبوه ده. ديسكليمر صغير كده يا جماعه، الحاجات دي انا جايبها هدايا وغالبا اخواتي اللي هياخدوها، تمام؟ يعني اوعى دماغكم تروح لبعيد، مش عشان في انجلترا بقى ظنون السوق توديكم في حته تانية. معلومه صغيره كده يا جماعه عن هنا ساسكت قليلا. بصوا يا جماعه، احب اعرفكم على الكراش بتاعتي جيجي حديد، اللهم اني صائم استغفر الله العظيم يعني. بس انا بحب جيجي حديد جدا يا جماعه والله، منه للازم مالك واللي عملوا فيها. كنا بنقول ايه؟ انا هقعد اصور جنب جيجي هنا عشان انا حبيت اللوكيشن ده خلاص. كنا بنقول ايه بقى؟ اي ستور ايه، لا اي محل تلاقوا فيه عوجه في اللسان كده، يعني دي معلومه ليكم لما تيجوا تشتروا حاجه من هنا، ما تشتروش منه، ما تعتبوهوش اصلا. يعني مثلا لوي فيتون ما تدخلوهوش، العتبه بتاعته ما نعديهاش اصلا، مش بتاعتنا، ملناش دعوه بيه. فاي ستور بقى على هذا النمط ما تبصوش عليه، نكمل في طريقنا عادي جدا ولا كاننا شفنا حاجه. تركايه كمان بقى، لما تيجوا تشتروا من هنا كوتشيات اديداس او نايكي، ما تروحوش الستور بتاع اديداس ونايكي، لا روحوا جي دي سبورت، عشان دايما بيبقى الاسعار بتاعته كريسيل بارتنر يعني احسن من الاسعار اللي في اديداس ونايكي نفسهم. هتلاقوا بقى ماكدونالدز هنا مترمي في كل حته، يعني هو المطعم الشعبي عندهم هنا. بالنسبه لهم هنا هو مجرد مطعم فاست فود، يعني زيه زي كشري التحرير عندنا في مصر مثلا. بمناسبه الكلام عن الاكل، من الحاجات اللي نفشت ريشها قوي يعني وصدقت نفسها من ساعه ما جت انجلترا هي الطعميه. من ساعه ما جت هنا وهي اتعوجت علينا وبقى اسمها فلافل وجرين برجر ومحدش عاد عارف يشتريها. المطعم اللي ورايا ده مثلا، بس يعني خساره ان هو قافل دلوقتي، بيبيع سندوتش الطعميه او فلافل راب ومعاه كنز بيبسي ب 8 باوند. قال انا اروح اشتري سندوتش طعميه ب 300 جنيه، ده القيامه هتقوم. انا اصلا مستويات الطعميه في دمي متشبعه لحد ما اموت. انت لو حللت لي دلوقتي هتلاقي عندي كرات دم بيضه وحمراء وطعميه. Hey guys. Definitely. How are you boys? Yes, You Arabic? Yes. حبيبي منين؟ Palestine. تشرفنا. انا خالد من مصر. يعني تسوي فلوجز بقى وكده يعني اليوتيوب. Yeah, yeah. Look yourself, yeah. IG. ثانك يو. اللي ورايا ده بقى يا جماعه برايمارك، تقدروا تقولوا عليه كده مثلا التوحيد والنور بتاع انجلترا. Thank you for meeting me. Have a great day. I'm from Egypt. Egypt. Yeah. Nice to meet you, bro. Nice to What's meet your you. name? Preet. Preet. Nice to meet you, Khaled. Khaled. Make sure you subscribe. Definitely. Thank you very much. You have a great day. كنا بنقول ايه؟ وناس كتير بتحب انها تشتري من برايمارك بسبب ان اسعاره دايما بتكون اقل كتير من الاماكن التانية. لو انتوا في ليفربول وحابين تاكلوا اكل يعني اللي هو اكل بجد، يبقى لازم تيجوا
بولد ستريت. هنا هتلاقوا مطاعم تناسب جميع الاذواق، يعني الويسترن كوزين والايسترن كوزين، وكمان هتلاقوا اكل شرقي يعني لو انتوا حاسين بالحنين للوطن. تعالوا دلوقتي اوريكم واحد من اجمل الاماكن في ليفربول. يمكن هو واحد من اكتر العوامل اللي بتجيب سياح للمدينه هنا كل سنه. على مدار الكام سنه اللي فاتوا دول يمكن اكتر من 50 مليون سائح كانوا بيزوروا المدينه سنويا عشان يجوا هنا. اهلا بيكم في الانفيلد. ملعب الانفيلد هو تاريخ كبير جدا من الذكريات، ما بين خساره وحسره وخيبه امل وفرحه وانتصارات مبهره للتاريخ. المكان ده كسر قلوب كتير وفرح قلوب كتير جدا لعشاقه حول العالم. تقريبا ليفربول جابت جول. الملعب اللي تم تاسيسه سنه 1884 وكان في الاساس اصلا هوم جراوند لنادي ايفرتون. مش عارف انتوا سامعين الاصوات ولا لا، بس الاجواء هنا تحفه. ليفربول وارسنال بيلعبوا دلوقتي وانا حتى مش عارف النتيجه كام، بس يعني اتمنى ليفربول تكسب. لكن بعدها ب8 سنين سنه 1892 تم تاسيس نادي ليفربول واصبح الانفيلد هو الهوم جراوند لليفربول لحد النهارده. ليفربول هنا يا جماعه مش مجرد فريق كوره، يعني الناس هنا بتعتبر ليفربول ده بيتهم الثاني مثلا. بعض المشجعين هنا حياته عباره عن انه بيشتغل وبيربي عياله وفي الويك اندز بيروح يشجع ليفربول، يعني ده امر مخلوص منه، دي دوره الحياه بالنسبه له. السيزون تيكتس بتاعت النادي هنا عليها ويتنج ليست حوالي 70,000 مشجع، يعني في 70,000 واحد قاعدين في بيوتهم مستنيين السيزون تيكتس تفتح عشان يشتروها. السيزون تيكتس بقى مقفوله بقالها قد ايه اصلا؟ بقالها 5 سنين. حاليا في حوالي 30,000 مشجع معاهم سيزون تيكتس ليهم هم والعائلات بتاعتهم بقالهم سنين، وبيموتوا ويورثوها لعيالهم، يعني زيها زي البيوت بتاعتهم كانوا بيورثوها. مفيش حد بيسيب السيزون تيكت بتاعته. المشجعين الاصليين بتوع النادي هنا بيشجعوا فعلا بكل جوارحهم، ولما النادي بيكسب او يحقق اي بطوله بيبقى كأنه هو اللي حقق انجاز كبير في حياته. النشيد بتاع النادي متعلق على العواميد في الشارع. البيوت بتاعت الناس حوالين النادي هنا عليها جرافيتي لكل اساطير النادي. النادي نفسه اصلا معمول وسط البيوت، يعني حاجه غريبه جدا، كأن الانفيلد فعلا بيت تاني لكل الناس اللي عايشه حواليه. بس هو زي ما انتم شايفين يعني بيت كبير شويه. ما لحقناش نلف كتير، بس انا حقيقي اتبسطت جدا وانا بعمل الفيديو ده. اتمنى انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب بقى وكده يعني، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي.